ازاي ننضف الطاسة بتاعتنا بمنتهى السهولة من غير ما تاخد مننا اي وقت، وايه هي الحاجات اللي ممكن نستخدمها في التنظيف؟ ممكن نستخدم فرشة، ممكن نستخدم سبونشة بأنواعها. بلاش نستخدم سلك لأن السلك هيبوظ لنا طبقة العزل اللي موجودة على الطاسة. تعالوا نشوف مع بعض هننضف الطاسة دي ازاي بعد ما خلصنا شوي عليها. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. في طريقتين ممكن نستخدمها. أول طريقة هنستخدم الملح. لو عندك ملح عادي أو ملح خشن هينفع، ويفضل تكون الطاسة لسه سخنة. حط شوية ملح، وبالسبونشة ممكن نبتدي نمسح الطاسة. فكرة الملح إن هو بيعمل عملية صنفرة، فبيشيل أي حاجة مفروض إن هي لازقة في الطاسة. بندعك الطاسة كويس بالملح بالسبونشة أو بفرشة. لو عندك فرشة يبقى حلو جدا. الموضوع مش هياخد وقت، والطاسة سخنة مش هتاخد وقت. مجرد ثواني تلاقي الموضوع خلص. ببساطة شديدة الموضوع خلص. الملح شال كل الحاجات اللي كانت موجودة في الطاسة، مبقاش فيه أي بواقي أكل موجودة. الملح نضف لي الطاسة خالص. أنا هنا ممكن أكتفي بطريقة الملح، أو أتأكد إن هي نضيفة تماما. هشطفها شطفة بسيطة جدا تحت المية، سنة صابون صغيرة، وهشطف الطاسة كويس جدا بالمية وانشفها على النار. أهم حاجة إن أنا أنشف الطاسة بتاعتي على النار عشان أضمن تماما إن هي مفيهاش نقطة مية، عشان ما تسببليش مشكلة بعد كده. برضو في أقل من دقيقة بتكون الطاسة بتاعتي نشفت وما فيهاش أي مشاكل. أنا كده خلصت أول حاجة، ما أخدتش مني وقت. الموضوع بسيط، مش محتاج إن أنا أعقد الموضوع أو أحس إن أنا بعمل حاجة زيادة عن اللزوم. لو أنا كنت بعمل صوص حصل معايا الشكل ده. بعد ما خلصت الطاسة شوية بردت، الصوص نشف، بقت شكلها بالطريقة دي. أول حاجة هتيجي في دماغك إن أنا أجيب سلك مواعين وبسرعة بسرعة بسرعة أشيل. طبعا الكلام ده غلط، لأن سلك المواعين هيبوظ لي الطاسة ومش هيشيل الأكل. سلك المواعين هيجرح لي طبقة العزل اللي موجودة. طيب هنعمل ايه؟ كل اللي انا محتاجه شوية مية سخنة. شوية مية سخنة من الكاتل، من براد، من السخان. تكون مية سخنة بتغلي. طيب هتاخد مني وقت؟ لا، مش هتاخد مني وقت. هنشوف مع بعض بالظبط هتاخد كام ثانية. العداد شغال قدامنا. كام لحد ما ابتدينا نشيل؟ 35 ثانية. يبقى المية السخنة خلصت لي الموضوع في 35 ثانية. وبالسباتيولا او باي حاجه ممكن ان انا لو عملتها كده هتطلع لي كل الاكل اللي كان لازق او الصوص اللي كان لازق او اي حاجه كانت موجوده في الطاسه. بمنتهى البساطه، من غير ما بندوس على الحاجه، هي مجرد ما بحرك السباتيولا كل حاجه بتطلع. اتاكد ان هي نظيفه تماما. هشطفها شطفه بسيطه جدا تحت الميه، سنة صابون صغيرة، وهشطف الطاسة كويس جدا بالمية وانشفها على النار. اهم حاجة ان انا انشف الطاسة بتاعتي على النار. يبقى اهم خطوة عندي بعد ما اغسل الاواني المصنوعة من الحديد سواء الطاسة او الجريل بتوعي، لازم انشفهم على النار. مش هينفع ان انا استخدم فوطة وانشف واقول ان انا كده تمام، لان انا لو عندي مشكلة في طبقة العزل هيحصل صدى. ودي حاجة بسيطة ممكن تتعالج بسهولة، بس انا الاضمن لينا ان احنا بعد ما نغسل الحاجة لو غسلناها بمية ننشفها على نار. خلصنا ونشفنا الطاسة، هي كده جاهزة عندي للاستخدام. الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها: الفرشة والسبونشة بجميع أنواعها. وبلاش نستخدم سلك مواعين، لأن سلك المواعين هيبهدل لي الطاسة أو الجريل، وهيخليني غصب عني إن أنا أعمل كل مرة أغسل الطاسة بسلك مواعين إن أنا أعمل عملية سيزنينج أو عملية تبطين أو عملية عزل. فبلاش خالص سلك مواعين. الموضوع بيخلص زي ما شفنا بالمية السخنة أو بالملح. المية السخنة الموضوع أخد 35 ثانية، الملح ما كملناش دقيقة. وده شكل الطاسة بتاعتنا بعد ما غسلناها وبقت جاهزة تماما على الشغل. عندك أي مشكلة قولي عليها وهنحلها مع بعض. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير. أشوفك في حلقة جديدة.